السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة غادة لتعليم الخياطة، موديل جديد وتفصيلة جديدة بإذن الله. بسم الله نبداو في الموديل تاعنا. بصح قبل كل هذا ما تنساوش البنات ديروا لي زر الاعجاب، واذا كنتي جديده مرحبا بك في القناه وتلظي زر الاشتراك. اهلا وسهلا بك في قناه غادة تعليم الخياطة. ما تنساوش البنات تتابعوني في باج الفيسبوك والباج انستغرام، ولاي تساؤل ولا استفسار حول الموديل ولا اي سؤال حول الخياطه تتواصل معي اي طفلة عبر الانستغرام ولا عبر الفيسبوك. الرابط تلقاوه في صندوق الوصف. من فضلكم البنات الأسئلة فقط حول الخياطة. بالنسبه لاباج فيسبوك البنات مش حطيتها فقط يعني للتواصل. لاباج فيسبوك راهي خدمتي، انا نحط فيها خدمتي. من فضلكم يعني غير سؤال تاع الخياطه فقط، ولا اي موديل عندكم صعوبه فيه ولا استفسار حوله تراسلوني عبر صفحه الانستغرام ولا صفحه الفيسبوك. مرحبا بكم في كل وقت. ما تنسوش الاضافه من فضلكم. بسم الله نبداو في الموديل تاعنا هذا. في الصوره المصغره شفتو كيما هكا. شوفوا عندي قبل ما نهضر مع السلعه عندي قندوره قاطفها. بالنسبه للمدام راهي كروند طاي شويه طويله وماهيش خشينه، طويله برك. القطيفه عندنا 2 مترات وربع في الموديل هذا. رويال شوا بريمير شوا. ها هي كيف نعرفوها رويال من هذا الصفيفه تاعها لا ليزير هذه، وتجي طايحه يعني كي تخيل كي تقصي ما ترولاش ما تعيناش. نحتاجو في الموديل هذا قلنا مترتين وربع، مترتين وربع من القطيفه. بالنسبه للسلعه هي نورمالمون نشريو سلسله، بصح انا ما لقيتش سلسله، شريت تاع الميزان. هي في الامن الاحسن انك تشري سلسله. نهضروا على السومه. القماش هذا القندوره تاعو في الجهه تاعنا يعني 2 مترات راهي تسوى ب140 الف، وعندنا هنايا 2 مترات وربع. بالنسبه لهذه السلسله نورمالمون السلسله تاعها هي نورمالمون الموديل تاعنا يدي سلسله ونص، يعني السلسله الوحده تكون ب30 الف 35 الف، وزيدي لها نص يعني هكاك توصل لك 55 الف 60 الف هكاك تقريبا. انا شريت بالميزان بالفاضل، واذا قد ما جاتني نقول لكم قدها يعني تقريبا يعني توصل لي قد هكاك 60 الف ما تفوتليش. انا شريت قيمه 80 الف. ومازالت لي بك موتيفه اللي هي واحد الخمسه هكا ما شريتهاش. في نهايه الفيديو كي نفصل لاقوب اني نلصقها ونعتهاكم. نبداو ديريكتومون في طريقه التفصيل باذن الله. دائما وابدا قبل ما نبداو على اسرار القاطفه وش هي نحيو لا ليزيغ. هذه لا ليزيغ دائما قبل ما تبداي تفصلي تنحيها كامل من الجهتين. وثاني حاجه نشوفوا الجهه الرطبه هي اللي نضربوها لتحت، يعني الجهه الرطبه هي اللي نضربوها لتحت في التفصيله تاعنا، يعني الجهه الضاويه هي اللي تكون كدور. بغيتي الجهه يعني الموف هذه اي موف باهيه تهبل. موف هذه هي اللي تبان لك كيما هاك ديريها العكس ما كاش مشكل. المهم الجهتين يكونوا كيف اللون. انا ما نشتيش تخالف الالوان في القاطفه. الجهه اللي بغيتيها فصلي عليها. المهم انا نشتي الجهه الرطبه تكون لتحتها ونفصلوها باذن الله وان شاء الله تعجبكم. نجيو هنا من نقطة. شوفوا طبقت القماش منها هذه الجهة المفتوحة والجهة المغلقة من في زوج هاهم. من الجهة المغلقة في زوج نجي منها ندير عرض الكتفين اللي هو 20 سنتيم. 20 سنتيم ودير نقطة بهذا الشكل. نسوي الرقبة عندها شكل مميز واحد اخر. نحطو من النقطة هذه ب20 سنتيم خلاف بهذا الشكل. هذه نهبطو 2 سنتيم ونعينو نقطة ميالا للكتف، ونزيدو نهبطو من النقطة هذه ب20 سنتيم ونديرو نقطة. نديرو المستقيم تاعنا بهذا الشكل. نجي هنا نعين دوران الصدر تاعي اللي هو حيكون 30 سنتيم بهذا الشكل. ها 30 سنتيم. انا درت فيه 31 سنتيم مع الزيادة طبعا. 31 سنتيم هذه انا حنزيد فيها شوي باسكو قالت لي خلي لي فيها الزيادة لداخل. نرسم المستقيم تاعي بهذا الشكل. نهبط من النقطة هذه النقطة الخصر عندها شوية الكرش نهبطوا لها فقط بقيمة 15 سنتيم. نجيو من نقطة الخصر هذه نحطوا المسطرة تاعنا كيما هك بهذا الشكل ونعينو النقطة هنا. ندخلو بقيمة 11 سنتيم من الجهة هذه، قيمة 11 سنتيم ونعينو نقطة بهذا الشكل. ونطلعوا من النقطة هذيك هذو لي بانس العاديين من النقطة هذيك 15 سنتيم ونحطو قيمة 15 سنتيم. هذو لي بانس تاعنا هاهم نعينوهم في جميع الجهات بهذا الشكل. هذو لي بانس
نرجعو لحدة الإبط. الرقبة 8 سنتيم، أنا ندير 4 أصابع، ها هي 8 سنتيم، والباقي كتفين باه تفهموا فقط التفصيلة هكا. ننزل هنا منتصف المستقيم ومنتصف القطعة هذه وندير الميلان هذا وتتشكل لنا حردة الإبط. بالنسبة لديكوب تاع البرنسيس باه ما نحوش فيها القماش بزاف، انا نديرها غير تجميليه فقط خياطه، يعني نفتحها من الجزء هذا للجزء هذا. كاين نقدر نديرها نقصها من النقطه هذه للنقطه هذه بهذا الشكل، بهذا الشكل. وكاين اللي ما تبغيهاش بزاف باينه، نهبطوا هنايا قيمه 5 سنتيم، نطلعوا هكا قيمه 7 الى 5 سنتيم، نديروا نقطه هكا وتجي بومبي منا. هذه في الحاله هذه تتقص القطعه هذه كامل، تتقص ونزيدوا القيمه تاعها في الكتفين. انا ما نديرهاش، انا نقصها فقط ونعاود نخيطها وما نحيش هذو 2 سنتيم، باسكو كي ندير 2 سنتيم يتهبط لي كي ناكل في الخياطه كي نقص. هذه هي اللي حنقصها، ها نقص هنا ونحبس هنا. مادام حنقص ما نميلش بهذه 1 سنتيم، خليها باسكو هنايا تكون كي نخيط تجبد كيما هكا، كي تجبد تكون عندي القيمه فاضله هنا تاع ميلان الكتف. بالنسبه لهذا الموديل بهذا الشكل نفصلوه بطريقه عاديه. خلاص ننتقلوا الى جزء الخصر، نهايه القندوره كيف تكون. نعينوا الطول الكلي تاعنا قداه تاع القندوره تاعنا جات فيه طولها 160 سنتيم، ما شاء الله راهي طويله الزبونه. نجيو من نقطه الخصر هذه، من نقطه الخصر شوفوا في نقطه الخصر انا نهبط قد وتقدروا تهبطوا كما نقولوا بالتقويسه كيما هكا باه تجي لا فورم باهيه ومليحه بهذا الشكل. تخشوا مقوسين كيما هكا، انا نهبط قد وبعد كنت ناكلها في لي بانس، ندير 1 سنتيم منا و1 سنتيم منا فقط، ما نديرش فيها لي بانس بزاف كبار. ونهبطوا ايفازي ديريكتومون لاخر القماش، اخر الطول تاعنا اللي عيناه، باه ما تغلطوش البنات وتقصوا كلشي في بعضه. ركزوا مليح قصوا كلشي كيف. هذه الديكوب هذه تاع البرنسيس انا نشتي نديرها غير في القدام، ما نقصش الامام والخلف. الخلف خليه كيما راه والامام هو اللي نقص له الديكوب. راني نقصها غير منا برك ونحبس هنا نحبس. وهذه البانسه نخيطها عادي نورمال، باسكو اذا خيطه نخليها دايره، اذا مثلا سمانت وحده ولا حاجه وتحل لي بانس تجيها القندوره بهذا الشكل. انا نقص منا ونحبس فقط للجزء الامامي، الخلفي لا. بالنسبه لي مونش نجيو الساع نقيسو حدة الابط تاعنا قد تكون، هزو متر نقيسو كيما هكا. انا جاتني 27 سنتيم 27. حنديرو لي مونش بومبي، نجيبو القطعه هذيك اللي فضلتنا من الطول، هذيك القطعه فضلت من الطول تقريبا 60 سنتيم. واش نروحو نديرو نطبقوها على 4 في الجهه المغلقه بهذا الشكل، ها هي. نفضلوا من هي اصلا القماش باه نديرو لا دوبلور ولا سينتور تاعنا. المهم نبداو منا باه يجينا المونش بومبي. شنو نروحو نديرو الجزء هذاك البومبي نخليو فيه تقريبا 9 سنتيم 9 سنتيم الى 10 سنتيم باه يجينا بومبي مليحه. 10 سنتيم هذه نساوها خلاص نديرو خط كيما هكا باه تجيكم سهله خلاص البومبي. مبتدئات اللي ما يعرفوش نبداو نفصل المونش تاعنا العادي خلاص منا نبداو في تفصيل المونش تاعنا العادي اللي هو كيف نهبطوا بقيمه 15 سنتيم بهذا الشكل، ونروحوا نديروا المستقيم تاعنا الثاني تاع 15 سنتيم، ونديروا 27 تاعنا وين جات، هاي جات هنا في النهايه. هنايا المونش هذا راهو مونش بودي ماشي مونش فضفاض، نديروا قيمه فقط. نعاود نطبق هذا باه تجيني قيمه شويه واسعه. نجيو القيمه هذه كما هكا ونديروا المستقيم تاعنا كالعاده تاع 27 سنتيم. نجيو المنتصف تاعو هذه نطلعوا ب1 سنتيم نقوسو هنا، هذه 1 سنتيم نقوسو، نهبطوا ب1 سنتيم هنا في منتصف القطعه ونقوسو نديروا الاس تاعنا بهذا الشكل. يجينا المونش العادي. واش نديروا هذه القطعه الزايده واش نروحوا ننساو هذه القطعه خلاص. واش نروحوا نديروا نطلعوا بخط مستقيم هنا طول بهذا الشكل ونحبسوا. نجيو هنا القيمه هذه منا كيما هكا، هذه جاتنا كما نقولوا كاري زاويه، ما نديروش نخليوش الزاويه هذه، نجي كيما هكا ونقوسها بهذا الشكل ويجيني المونش بومبي تاعي بهذا الشكل. هذه القيمه نساوها، يعني حنقص المونش انا تاعي منا ونجي ونقص
بهذا الشكل. هذا هو المونش تاعي. القيمه اللي حطت بومبا وين هي؟ هذه هي اللي حطت بومبا من لهنا نحبسو له البومباج يحبس. هذا هو البومباج يحبس. قد ما بغيتو المونش تاعكم يجي بومبي قد ما القيمه هذه طلعوا فيها اعلى قيمه هي 16 سنتيم، ما تزيديش فوقك 16 سنتيم. فوق 16 سنتيم تجي المونش بليي، يعني يجي فيه لي بلي منا ماشي بومبي، يجي بلي منا بليسي ويجي فيه تموجات اللي تجي في الذراع منا بهذا الشكل. بهذا الشكل نكملوا البودي تاعنا، تريكو بودي المونش بودي تاعنا بهذا الشكل. نروح نعين عرض المعصم اللي هو تقريبا 12 سنتيم الى 16 سنتيم بهذا الشكل. نجي هنايا ونربط هذا الشوكه مع 12 سنتيم تاع المعصم تاعي بخط مستقيم. ها خط مستقيم، هذا الخط المستقيم حنا نميلو فيه شوي، نقوسو فيه من هذه الزاويه. شوفوا قد ما دخلت بهذا الشكل، تجي تقوسي هنا وتخرجي نهايه المعصم عشوائيا فقط تجيك مونش بودي تاعنا. هذا هو الشكل تاع المونش. ننتقلوا الى شكل الرقبه الاماميه والخلفيه وطريقه التشجيف تاعهم. فقط هنا في الشكل باه تعرفي الكرونط وين تحبسي الكشكشه تاعك. ديري كرونتي هنا، كرونتيو في الزاويه هذه باه نحبسو الكشكشه تاعنا. هنايا هذا هو كامل يجي بومبي، وهذا منا يلصق في المونش العادي. بالنسبه للرقبه الخلفيه شنو راح نديرو فيها منا 8 سنتيم. درنا 8 سنتيم تاعنا بهذا الشكل 8 سنتيم هكا، ونجيبو قطعه من القماش بهذا الشكل نديروها لا دوبلور. حنديرو السفاج العادي بهذا الشكل. ها هي نزيد نعينو الساعه تاعنا وين جات 8 سنتيم استغفر ب 8 سنتيم. العمق تاعها ما نديروش العمق تاعها بزاف باسكو الركبه تاع الاماميه عريانه شويه. العمق تاع الرقبه هنا نديرو فيها تقريبا 3 سنتيم، ما نزيدوش 3 سنتيم 4 سنتيم الى الاخر بهذا الشكل، ونديروها دائريه. تحبوا تسجفوا هذا السفاج العادي تحبوا ديروا تاع البيي. نقص الدوبلور مع الركبه الاساسيه بهذا الشكل، بعد راح نخيطوا في الماشينه نعطيكم كيف نسج. بالنسبه للرقبه الاماميه نديروا ساعه الباترون تاعها في ورقه تجي سهله شويه وتفهموها. نجيبوا ورقه كما بهذا الشكل. وشنو راح نديروا فيها؟ نديروا فيها عرض الرقبه تاعنا اللي هي 8 سنتيم، هنايا 8 سنتيم، والعمق تاعها حنديروا فيها 19 سنتيم. نرسموا المستطيل هذا كامل، نرسموه بهذا الشكل. المستطيل هذا نقسموه في المنتصف تاعو، ونربطوا النقطه هذه مع نهايه الرقبه تاعنا بهذا الشكل. تكون عندنا الرقبه الابتدائيه كما هكا. ومن بعد واش نروح ندير؟ القطعه هذه الفوقانيه في المنتصف تاعها ندخل بقيمه 2 سنتيم وندير نقطه. هذا المنتصف تاعها 2 سنتيم هنايا بهذا الشكل. واش نروح ندير؟ نقوس منها القطعه هذه نجي مقوسه، يعني عشوائيه ولا تحبوا ديروها كشي حاجه عندكم مقوسه. نروح نجي القطعه هذه المايله ثاني المنتصف تاعها ونخرج بقيمه 2 سنتيم هنايا وندير نقطه، ونروح نقوس كيما هكا بهذا الشكل. نقدروا ندخلوا هنايا بزاف ونقدروا نخليوها بهذا الشكل. هذه هي الرقبه تاعنا حتكون كيما هكا. بالنسبه للرقبه الاماميه ولا الخلفيه كيف حكمنا لا دوبلور تاعنا، يعني السجاف تاعنا ودرناه بشريط الفيزلين ولا لصقه تاع الفيزلين حاشيه كامل، يعني على الظهر ماشي على الوجه. درنا له ساير داير عليه شريط الفيزلين باه بعدا كي نحدوه يلصق لنا هذاك الفيزلين. لا دوبلور حطيناها الوجه على الوجه كما راكم تشوفوا، والرقبه تاعنا درنا الفيزلين على خلف القماش بهذا الشكل. ديروا قطعه كاري ولا كما بغيتوا اولا لي شوت، باسكو من بعد دوك نحيوهم هذو القطع تاع الفيزلين تاعنا نحطوهم بهذا الشكل. بعد ما خيطنا لي بانس والديكوب البرانسيس تاعنا نحطوا الرقبه تاعنا فوقها الفيزلين، نحدوه ونرسموا الرقبه ونخيطوها قبل ما نقطعوا الدبلوره
نخيطوها ومن بعد قصينا الرقبه ونكرونتيو دائما الزوايا ونقلبوا السجاف تاعنا على الخلف بهذا الشكل يجينا سجاف نظيف وباهي في القندورات القطيفه. بالنسبه للقطيفه دائما نستخدموا هذا السجاف العادي، وخاصه اذا كانت يعني الموديل ولا القندوره ولا الرقبه فيها بزاف زوايا، وانا ما ننصحش انه القطيفه تكون بزاف يعني الرقبه تاعها فيها بزاف تغييرات ولا يعني كيما هكا زوايا يعني دائريه في فقط، يعني من الافضل انكم ديروا الشكل هذا. بالنسبه للاماميه شوفوا كيف درناها بعد ما حددناها جات مفينيه ودرنا لها سيغ بيكور من الفوق، يعني الخياطه التثبيتيه من الفوق كي نديروا لها الحديد يلصق هذاك لا دبلو العود ما يتحركش. شوفوا كيف يلصق بالحاشيه تكون نظيفه القندوره تاعنا من الداخل. بالنسبه للرقبه الخلفيه نفس الشيء درناه نفس الشيء نفس الطريقه، الوجه على الوجه، والحاشيه درناها بالفيزلين، والخياطه زدنا عاودناها ودرنا لي بانس تاعنا تاع الظهر بعد ما خيطناهم كيما راكم تشوفوا. بهذا الشكل نكونوا كملنا البانسات والامام والخلف كيف كيف. بهذا الشكل تكون الركبه تاعنا نظيفه الفينيسيون تاعنا باينه. بالنسبه لي مونش وين البلاصه هذيك تاع الكرونطاج نجيبو خيط وبرا عادي بيدينا ونبداو نخيطو حتى الكرونطاج تاع الجهه الاخرى، يعني كيما هاك راكم تشوفوا حتى نخرجوا بالبومباج هذا. البومباج هذا هو المونش تاعنا البومبي نحكموه بيدينا، واللي تعرف تحط يعني تمشي في الماشينه مليح كي توصل هذاك الكرونطاج تبدا تكمش بيديها، اللي ما تعرفش دير كيما هكا بالخيط والبرا تكمش وتربط ومن بعد تركب غير المونش تاعها يجيها. شوفوا هنايا بعد ما سجفت الركبه تاعي كيما راكم تشوفوا لصقتها بالحديد دوبلو نلصقو بالحديد، لصقت الكتاف ومن بعد لصقت لي مونش تاعنا نورمال. بعد نرجعوا للولو كيف درناه. اللولو تاعنا من اللورا كيف درناه حطنا بقيمه 4 اصابع من الخلف هاهم من الخلف وركبنا الخيط، درنا الخيط على 4 بالبرا والخيط فقط، وكاين اللي شاكه ما كان لا تركب بالبرا والخيط. درت في الجهه هذه من الكتاف اللورانيين حتى النقطه هذه تقريبا درت 41 حبه من اللولو، 41 حبه من اللولو. وهنايا في الدوره الثانيه بهذا الشكل، في الدورة الثانية هذه درت من الزاوية هذه للزاوية هذه بقيمة 22 حبة لولو، وهنايا 5 حبات وزدت هبطت بالخيط وركبت الخمسة وزدت عاود رجعت على اللولو نفس الطريقة كما هكا اللي ما تضيع الكمش. هذا اللولو بالنسبة لكتاف منا ديروا على حساب كتافكم والزندة تاعكم. الزبونة راهي عندها زندة كبيره يعني شويه سمينه في الكروندو طايف في الكتاف، عليها درت لها حلقه يعني كي تلبسها ما تجيش طايحه بزاف تجي تقريبا كيما هكا تجي سواسوا عليها بهذا الشكل. دوكا نروحو قلنا خلصنا كل من القندوره لميناها وكلش باه درنا اللولو ودرنا الكفه على جهه واحده باك في لي مونش، والخياطه تاع الجوانب عاودناها زوج خطرات قاطفه قبل ما تمدوها تعاودوا الخياطه زوج خطرات في الجوانب باسكو تتقطع. في الامام حنديروا واحد الشقه هكا صغيره برك في الامام على الجنب منا، ها هي في الامام على الجنب منا قيمه 50 سنتيم الى 40 سنتيم نديروا لافون تاعنا، نبعدو بقيمه 40 سنتيم على الجنب منا 40 سنتيم وندير خط مستقيم قد باه ندير الشقه تاعي. الشقه تاعي الطول تاعها 50 سنتيم الى 45 سنتيم على حساب واش بغيتو ديروا الشقه تاعكم قد ما حتكون. انا حندير فيها 45 سنتيم تقريبا ونكففها ونكفف الاسفل تاعي كيف شويه خشينه باه تقعد، ونروحو نعدل الموديل في النهايه كيف راح يكون في الشكل النهائي تاعو. اي فقط ما قلت لكمش على السعر. هذه الخمسه قلنا سعر كل الخمسه هذه سعرتها 10000 فرنك، زيدوها مع سعر القندوره تاعنا. شوفوا البنات هنايا بعد ما كملنا القندوره تاعنا لافان كيف جات باهيه فينيسيون نظيفه لاباس بها. القندوره تاعنا هنايا راهي دروات تقريبا دروات ماشي ايفازي بزاف، ما بانش بزاف كي كانت محطوطه في الارض. دوك نلبسها وبعد نعطيكم الفورم كيفاه تكون. البنات ما تنساوليش الجيم والبارطاج والتعليق مميز كيما نتوما. عاوده موفقه ان شاء الله لليوتيوب موديل ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله نتمنى انه يعجبكم وينال اعجابكم بزاف. ما تنساوليش دائما بدعمكم المستمر، وشكرا على المشاهده والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.